السلام عليكم. بصوا بقى، الجو برد ومفيش احلى من حاجة سخنة تتاكل تشبع وتدفي. النهاردة هنعمل مكرونة مبكبكة، لا هي ناشفة ولا معجنة، من غير وقفة كتير في المطبخ وفي حلة واحدة. تعالوا اوريكم طريقتي خطوة خطوة وان شاء الله تعجبكم. نسمي الله ونبدأ وصفتنا. ونجيب الحلة بتاعتنا نحطها على النار ونحط فيها شوية زيت، وبعد كده هحط حتتين دهن كده مقطعين، هقلبهم كده تقلبتين، وبعد كده هنزل باللحمة بتاعتنا. اللحمة هنا غسلتها وصفتها كويس، هنزل فيها والنار تكون عالية علشان اللحمة ما تنزلش المية اللي فيها. هنا انا استعملت لحمة، لو ما فيش لحمة عادي في فراخ نحط فراخ بدل اللحمة، هتبقى برضو حلوة وزي العسل. هنا بعد ما حطيت اللحمة بتاعتنا كلها اعلى عليها النار واسيبها لحد ما تاخد لون كده، وبعد كده هبتدي اقلبها. ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها اللحمة خدت لون وانا قلبتهم كلهم. دلوقتي هحط التوابل بتاعتنا: نص معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، ونص معلقة بابريكا، ونص معلقة فلفل اسود. اقلبهم عشان التوابل تدخل في اللحمة بتاعتنا. مش هنحط ملح دلوقتي، بعد ما اللحمة تستوي هنحط الملح. ما شاء الله، الله اكبر. شايفين شكل اللحمة بتاعتنا؟ اكون مجهزة معايا بصلة مبشورة هنزل بيها على اللحمة بتاعتنا، اقلبها برضو شوية، بعد كده انزل عليها بطماطمية مقطعة وحبة فلفل برضو مقطع. اللي عاوز يزود فلفل حامي يزود. هنا انا حطيت فصين توم مهروسين ومعلقتين من معجون الطماطم صلصة. هقلب المكونات كلها بتاعتنا دي وهزود عليهم معلقة سكر عشان الصلصة. ما شاء الله شايفين شكل اللحمة؟ هغطي عليها واسيبها شوية كده. بعد ما سبتها 5 دقايق كان الخضار بتاعنا اتشوح مع اللحمة شوية والمية اللي فيه كلها نشفت كده. هنزل معانا بمعجون الطماطم بتاعنا. هنا دي طماطم انا خلطتها في الخلاط، نزلت بيها على اللحمة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله، الله اكبر. هنزل بمكعب مرقة، اختيار، اللي عايز يحط يحط، ما يحطش خلاص. هغطيها واسيبها تلت ساعة كده. وهنا كانت عدت التلت ساعة وكانت اللحمة بتاعتنا استوت والطماطم بتاعتنا اتسبكت. ما شاء الله، الله اكبر. زي ما انتوا شايفين، بص شكل اللحمة. جربوها، انا متأكدة ان هي تعجبكم ان شاء الله. معايا كيلو الا ربع مكرونة هنزل بيه على اللحمة والطماطم بتاعتنا بعد ما اتسبكت واللحمة طابت كويس. ما شاء الله كده زي ما انتوا شايفين. اي نوع مكرونة انت تحبيه، بس هي الافضل المكرونة الصغيرة دي. هقلب المكرونة في الصلصة بتاعتنا كده. وهنا هي عايزة شوية تتزود شوية مية، هزودها مية ساخنة اما تغلي يعني، عشان المكرونة ما تتعجنش واللحمة تكمل سوا كويس كده. انا زودتها ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد كده هزود الملح بتاعنا، ظبط الملح بقى. بعد كده هقلبها واغطيها واوطي عليها النار عشان المكرونة بتاعتنا تستوي. وبعد ما اغطيها كده بدقيقتين برضو اجي احوش الغطا واقلبها عشان المكرونة ما تلزقش في قعر الحل. هنا المكرونة بتاعتنا كانت استوت ونزلتها من على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله. هغرفها معاكم. الله اكبر. كده خلصنا وصفتنا النهاردة، طبق يتاكل في البرد ويشبع. مستنياكم تقولوا رأيكم في الكومنتات وتصلوا على النبي، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. والسلام ختام.